يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكان النادي الأهلي قد تعادل مع صن داونز بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة، وهزم من الهلال السوداني في الجولة الثانية. وسيلتقي النادي الأهلي مع القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات يوم السبت القادم 4 مارس في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر على ملعب السلام. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. وجمع النادي الأهلي نقطة واحدة من أول مباراتين في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد فريق القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط. ويتصدر فريق صن داونز جدول ترتيب المجموعة ب7 نقاط في المركز الأول، والهلال السوداني في المركز الثاني ب6 نقاط. وطلب النادي الأهلي من رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب المؤجلة من الجولة ال17 في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم للاستعداد للسفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسيغيب حسين الشحات جناح الفريق ومحمود متولي مدافع الفريق لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بعد الإصابة التي لحقت بهم. كما تضاءلت فرصة لحاق أحمد عبد القادر بمباراة القطن الكاميروني ومباراة صن داونز القادمتين في دور المجموعات، وسيتم حسم موقفه خلال الأيام القادمة.